اما تحسبها كده السنه دي وشوف الزمالك اخد كام نقطه، ولولا عدد النقط اللي خدها الزمالك بالحرام او النقط اللي هو ما يستاهلهاش، يا ترى الزمالك كان هيبقى موجود في المنافسه وموجود في المركز الثالث دلوقتي؟ يعني يا ترى الزمالك كان هيبقى موجود ورا الاهلي وبيراميدز لحد دلوقتي لولا الاخطاء التحكيميه؟ يبقى انت دلوقتي موجود في المركز الثالث بعد الاهلي وبيراميدز على اساس ايه؟ على اساس التحكيم. يبقى مين اللي حطك بعد الاهلي وبيراميدز لحد دلوقتي؟ التحكيم. انما انت كسكواد، انت سكوادك ضعيف، انت كمدرب مدربك ضعيف، انت كمجلس اداره ما عندكش مجلس اداره، انت كصفقات انت تعبان. ولكن جمهورنا محتاج يراجع نفسه، جمهور الزمالك محتاج يراجع نفسه. يا جماعه دي كوره، يا جماعه دي كوره. لو انت كذبت فيها، لو انت دلست فيها، اعرف ان انت في حياتك العامه مدلس. الكوره هي ما هي الا جزء مصغر، مش مجرد كوره ترفيهيه او لعبه ترفيهيه انت بتتفرج عليها وخلاص. لا، انت لو كنت مدلس في عالم كره القدم، في لعبه كره القدم، اعرف ان انت مدلس في حياتك العامه. انا بالنسبه لي مش راضي تماما عن الثلاث نقط النهارده. انا من وجهه نظري او انا كشخصي، لا، انا عندي اخسر، بس اخسر بشرف، اخسر وانا مش مكسور عيني. انا مش عاوز ابقى اسمي كسبان بالتحكيم، مش عاوز ان انا ابقى موجود ثالث الدوري، انا حتى لا اول ولا ثاني، انا ثالث الدوري بالتحكيم. انا معدي سيراميكا والمصري في النقط بالتحكيم. انت متخيل؟ انا مش بكلمك دلوقتي على اهلي وبيراميدز، يعني انا مش بكلمك دلوقتي على اهلي وبيراميدز، انا بكلمك على سيراميكا والمصري، انا معديهم بالتحكيم. انا الاتحاد السكندري كان ممكن عادي جدا يعديني بالتحكيم، يعني لولا التحكيم كان زمانه عداني عادي. وبالتالي انا مش راضي تماما عن مساله التحكيم، ومش راضي تماما عن مستوى الفريق بتاعنا. تتكلم يا جماعه، ما عندناش مدرب. محمود جهاد بسم الله ما شاء الله عليه النهارده لعب ماتش كويس جدا، ولكن محمود جهاد قصدي لما اتصاب، محمود جهاد راجل اتصاب بقاله ربع ساعه، جروس مش عايز يطلعه، جروس مش هاين عليه يخرج محمود جهاد. طب وبعدين ما الراجل يعني الاصابه بتاعته هتتفاقم وبالتالي هتكبر. نفس النظريه بتاعت ناصر ماهر قبل كده. ناصر ماهر، بص ناصر ماهر بيعمل ايه؟ ادي لقطه الطرد يا ناصر. ايه ده؟ ناصر ايه ده بجد؟ ايه يا عم ده؟ يا عم وانت العميل 101 يسطا عندنا ولا ايه؟ وانت العميل بتاعهم عندنا 101 وانت بتنوع في الغيابات يابا؟ وانت مش عايز تلعب معانا ماتشين على بعض؟ يعني انت ما لعبت اخر ماتش لعبته معانا كان من شهر ونص، خلاص ما صدقنا ترجع تنطرد علشان ما تلعبش تاني؟ طب بمناسبه ناصر ماهر، يا جماعه ده المعلق كمان مش هين عليه، يعني مش هين عليه يعاتب ناصر ماهر. ده بيقول ناصر ماهر الخلوق. يا اسطى ناصر ماهر ضارب الولا ضرب متعمد. خلوق ايه؟ انت حتى المعلق بيدلس، حتى المعلق خايف ان هو يهاجم ناصر ماهر. رسالتي هنا بقى لمجلس اداره نادي الزمالك، انتوا مقتنعين بالسكواد اللي انتوا شايفينه؟ انتوا مقتنعين يا جماعه؟ احنا بائسين يا جدعان. احنا من اول حراسه المرمى، انا اخر مره شفت عواد بيصد كوره كان في العيد الكبير، في العيد يا عم بلاش، مش هزيط عليك. اخر مره شفت عواد بيصد كوره كان في السوبر المصري قدام الاهلي، بعد السوبر الافريقي والسوبر المصري قدام الاهلي ما شفتش عواد بيصد كوره. احنا ما عندناش حارس مرمى، حرفيا ما عندناش حارس مرمى. عواد ضايع يا جماعه، مش موجود. عواد مش موجود، مجرد ظل موجود في المرمى. خط الدفاع بتاعنا دفاعيا اقسم بالله العظيم عنتهان قدام الفرق الضعيفه. مالكش شك. قدام الفرق المتوسطه مالكش شك. قدام الفرق الجامده اللي زي بيراميدز بتشيل بالثلاثه. وعندك ماتش الاهلي قسما بالله لو دخلنا بالاداء ده لا نبلع. انت مقتنع حتى بالشكل الهجومي؟ سيف الدين الجزيري ده المهاجم بتاعك، شفت ان انت جددت له؟ تحركات مش موجود، فينش مش موجود، لمسات مش موجود، حتى لما بيطلع بره ال 18 مش عارف يستلم كوره. احنا رايحين بكوره يا جدعان 4-على-3، 4 مهاجمين على 3 مدافعين من الاسماعيلي. النهارده سيف الدين الجزيري في الناحيه الشمال بيبص الكوره في اخر الناحيه اوف سايد لاحمد السيد زيزو. تيجي في الناحيه الثانيه مصطفى شلبي 1-على-1 ما بيعديش. مصطفى شلبي سيء جدا يا جماعه. مصطفى شلبي لا يليق ان هو يبقى جناح نادي في الدوري، يعني منتصف جدول. احمد السيد زيزو قسما بالله مستواه ما يأهله ان هو ياخد 2 مليون في السنه، مش ما يأهلوش. احمد السيد زيزو مش من ضمن احسن 20 لاعب في الدوري السنه دي، 20 لاعب في الدوري السنه دي. احمد السيد زيزو قسما بالله لا هو النجم الاول للزمالك ولا النجم الثاني للزمالك ولا حتى النجم الثالث للزمالك. ده الشكل الهجومي بتاعك. دونجا كذاب هجاص، فوقك من الجون اللي جابه ده. جون صدفه وتصادف، يعني جون كده بيحصل، شوطه بتحصل كل 3 4 5 سنين، كل 4 5 6 ماتشات. فوقك من حوار دونجا. دفاعيا انت مش موجود. وجروس ايه حكايتك مع بنتايك؟ هل انت واخد اوامر من مجلس اداره نادي الزمالك ان انت ما تلعبش ببنتايك؟ ما انا عايز افهم.
لان بن طارق ده المفروض ان هو يلعب اساسي. بن طارق ده عمل كل حاجه علشان يلعب اساسي، ما اثرش في اي حاجه. يبقى انت دلوقتي ما بتلعبش بن طارق على اساس ايه؟ مش عارف. واخد اوامر ان انت ما تلعبش بن طارق، مش فاهم.